السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أسرار المطبخ المصري. أول حاجة وحشتوني جدا جدا جدا. أنا عارفة إن أنا متأخرة عليكم في الرد على التعليقات وكمان في تنزيل الفيديوهات، بس سامحوني والله كان في ظروف معايا والحمد لله عدت على خير. النهارده هنعمل بقى الزبادي بتاع رمضان بس بطريقة مختلفة وبطريقة سهلة وسريعة واقتصادية، ما فيهاش أي تكلفة عالية، بس هتديكي نتيجة الزبادي بتاعت الشركات اللي احنا بنجيبها وبنقول اتعملت ازاي. هنعملها بكل حاجة فيها وكل تركاتها. حاجة كريمي وطعمها خطير خطيرة، بس مكون واحد خلى اللون والطعم كمان يديكي نفس النتيجة بتاعت الزبادي بتاعت الشركات. بصوا بقى القوام قبل ما اخش على الفيديو. بصوا قوام الزبادي. هنعملها بالفراولة، ممكن تعمليها بأي نكهة انت تحبيها او الولاد يحبوها عندك، وممكن كمان تعمليها سادة من غير الفراولة ولا اي حاجة فيها. يلا بينا على طول نعرف الزبادي الناعمة جدا القشطة دي اتعملت ازاي. بصوا حاجة كده تحفة، ناعمة جدا جدا جدا، وبمكون موجود في اي سوبر ماركت ممكن تلاقيه، هيبقى معاكي يجنن. يلا بينا على طول نبدأ بسم الله ونقول اتعملت ازاي الزبادي بتاعت رمضان ونعملها خطوة خطوة. يلا بينا نبدأ بسم الله. عندنا اول حاجة في الزبادي، جبت كيلو لبن من اللبان وحطيته على النار. لو هتعمليه اللبن اللي هو المبستر مفيش اي مشاكل معاكي، برضو اغليه زي ما بعمله كده، لازم يغلي كويس قوي على النار. بصوا ابتدى يغلي وابتديت اقلب فيه وعلى نار متوسطة مش عالية، عشان اللبن من تحت ما يشطش ويديكي ريحة الشياط في الزبادي وما تطلعش معاكي. فعلى نار هادية اغلي اللبن كده وخليه فترة شوية على النار عشان البكتيريا طبعا اللي جواه تطلع. وبعد كده هنجيب هنسيبه يبرد خالص زي دمعة العين كده، نستحمل صباعنا لما نحطه عشان الزبادي ما تفصلش معاكي. فاحنا هنغلي كده اللبن. بصوا هو غلي وانا بس بقلب فيه عشان ما يغليش ويفور، بقلب فيه شوية عشان البكتيريا بتاعته، لان ده من اللبان مش مبستر. لو هتعملي المبستر مفيش اي مشكلة خالص وبرده بيطلع زي الفل، بس احنا هنعمله طبعا لبن بلدي كامل الدسم، عشان احنا طبعا بنعمل للولاد في البيت واحنا عايزين حاجة مغذية ليهم. كده هنسيبه بقى يغلي كويس، وبعد كده هنسيبه يبرد خالص خالص عشان يبقى زي دمعة العين كده، عشان ما يفصلش معاكي الزبادي. عندنا هنا اللبن بعد ما خلاص برد اهو. بصوا بقيت استحمل الحلة، امسك الحلة، هنشيل بس الوش عشان هنضربه في الخلاط مع المكونات التانية. بصوا ما شاء الله كامل الدسم، فالوش بتاعه ما شاء الله عليه حلو قوي كده. تمام، هحط صباعي، هستحمل الحرارة بتاعتها، لازم تعملي الاختبار ده عشان الزبادي ما تفصلش معاكي. لو برد قوي مش هتطلع معاكي، ولو كمان سخنة زيادة عن اللزوم هتفصل معاكي وهتعمل مية. تمام. عندنا هنا المكون اللي هحطه عشان يعمل لي زبادي فراولة. عندنا باكو من الجيلي، وعندي هنا دي زبادي بلدي جايباها من اللبان برضو. لو هتعملي زبادي لو هتعملي لبن مبستر يبقى تجيبي زبادي مبستر. لو هتعملي لبن بلدي زي ده يبقى هاتي علبة زبادي كبيرة من اللي هي الكبيرة دي واعمليها على الكيلو. تمام. هنجيب بس الخلاط
هنجيب الخلاط بتاعنا وهنفضي اول حاجه هنفضي الزبادي. هنحط كله في الخلاط وهنخلطهم. هحط عليه كبشتين من اللبن وهنزل عليهم بالباكو بتاع الجيلي، اي نوع بقى الولاد بيحبوه. اعمل ايه؟ عندي وش اللبن اللي احنا شلناه برضو هنزله في الخلاط وهضربهم كويس جدا في الخلاط وهنرجع عشان نشوف هنعمل فيه. هنا عندنا الخليط اللي احنا عملناه في الخلاط وانا بنزله كده. بصوا لازم اقلب الخليط وهو نازل كده بسرعه عشان يعمل لي الفوم اللي احنا شايفينه ده اللي هو الرغاوي، عشان تديكي طعم كريمي خالص. بصوا شكل بقى الزبادي عامل ازاي، ولا تقولي لي بتاع الشركات ولا تقولي لي مثلا اي حاجه من بره تاني. عايزاه اغمق من كده بس هو كده لونه ممتاز. عايزاه اغمق من كده يبقى تزودي الجيلي شويه، لكن هو كده ما شاء الله عليه لونه حلو قوي، احلى كمان من اللي احنا بنجيبه المعلب. بصوا سمك الزبادي. بصوا قبل ما احطها في الكوبايات حبيت بس اوريكم السمك بتاع الزبادي نفسه وناعمه قوي قوي. عندنا بقى الكوبايات بتاعتنا كوبايات اي حاجه تحط فيها. لو عندك الفخار اللي هو انا عندي بصراحه، بس ايه انا قلت الكوبايات اشيك عشان كمان تبان. تعملي على قد العدد بتاع الاسره. زبادي انضف من بتاعت بره واحلى كمان بكتير من بتاعت الشركات. هتدوقي طعمها تحفه. عايزه كمان تزودي القيمه الغذائيه بتاعتها والحلاوه بتاعتها، حطي لها معلقتين من كريم الشانتيه هتدي طعم يجنن. بس احنا عشان نعملها كده برضو على قد الايد استكفينا بالجيلي. هعبي كل الكوبايات كده. بعد ما حطيتهم في الكوبايات عندي بقى البلاستيك الاسترتش، هغطي الكوبايات نفسها، مش هغطي الصينيه عشان تبقى محكومه. كده الكوبايات بس. عندي بقى ايه عشان احنا مش هنحطها في الفرن. لو عايزه تحطيها في الفرن سخني الفرن يدوبك بس ايديكي تستحمل الحراره بتاعه الفرن، لكن انا مش هحطها في الفرن. هحط لها ميه سخنه، ميه كمان دافيه مش سخنه. بصوا ميه دافيه مش سخنه قوي عشان ما تفصلش معاكي الزبادي لحد بس ايه 3/4 او الربع اللي من تحت. وهغطيها بصينيه وهسيبها على الرخامه لمده 4 ساعات. ما تزوديش، بس كده ربع الكوبايات من تحت. هغطيها بقى صينيه من فوق وهخليها 4 ساعات. في الصيف في الشتاء 4 ساعات حلوه قوي على الزبادي. وبعد كده هنشوفها هتبقى عامله ازاي. ودي كانت الزبادي بتاعتنا بعد ما خلصت من التخمير، بس احنا لسه هنحطها طبعا في التلاجة. بصوا الجمدان بتاعها، بصوا اهي لسه هتتحط في التلاجة عشان تجمد شويه كمان. وكمان ملحوظه يا جماعه، لو عايزه تعمليها من غير جيلي ممكن تحطي اللي هو الشربات اللي هو الفيتراك
بتاع الفراوله باي نوع انت تحبيه، مش شرط ان هي تكون فراوله، اي حاجه يحبوها الولاد ممكن تعملي بيها. يا رب يكون نال اعجابكم طريقه الزبادي النهارده، واستنونا فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله، واترككم في رعايه الله. بس ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وننزل نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.